بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما قبل المعركة، ما قبل المعركة وحسم موقفك في دوري نايل. يؤسفني ان انا اقول لك ان احنا موقفنا يعني متعلق على ماتش بكرة، عشان اقول لك لا ده مش ملحمة وخلاص. لا، انت موقفك في الدوري هيبقى متحدد بكرة بعد ماتش الاهلي وبيراميدز. وعلى فكرة خد وحطها نقطة مهمة جدا، كسبت كده انت عندك تأهيل انك انت تكسب الزمالك، ده اذا. طيب، فهي لو واحدة من اهم البدايات والمقدمة المهمة جدا اللي انا عايز ابدأ بيها. والان وانت بتبدأ في مباراة قوية جدا، يعني لو هتقدر اقول لك بالارقام اقول لك انه الاهلي في المركز الثالث برصيد 44 بونت، بينما بيراميدز الوصيف في المركز الثاني برصيد 44 بونت برضه. كسبت بيراميدز هتبقى انت اللي مكانه في الثاني، تعادلتوا انتوا الاثنين يبقى الامر ما هو عليه. خسرت لا قدر الله بيراميدز يبقى 47، وكده الدوري راح عليك بشكل رسمي. ففي حاجة مهمة جدا وانت بتعملها في الماتش ده بتاع بكرة ان شاء الله، اللي هيبقى في استاد الدفاع الجوي، ومباراة مهمة جدا. وانا زي ما انا قلت لك كده، لعيبة بيراميدز هتموت نفسها اكتر من ماتش الزمالك اللي فات. على فكرة هتموت نفسها وهتلعب كرة قوية جدا قدامنا، وده اللي بيحصل. مكافآت استثنائية، وبص شغل عالي جدا زي ما ابراهيم عادل لما فضح ادارة نادي بيراميدز وقال لك ان المكافآت بيوزعوا على لعيبة نادي بيراميدز مكافآت مهمة جدا واقوى من دوري الابطال واقوى من الزمالك كمان عشان تكسب الاهلي. فلا بجد حقيقي امرك صعب جدا. كسبت انت لسه مستمر في منافسة الدوري، خسرت وتعادلت يبقى انت مبروك عليك انك انت خسرت الدوري، لانه الزمالك كده كده عنده ماتش قدام انبي مش سهل. انبي صعب برضه، لكن الزمالك ممكن يقدر يكسب انبي. ليه؟ عشان عندهم روح. طيب، بكرة الساعة 8 بالليل في استاد الدفاع الجوي، ملحمة قوية واحنا قلنا اتكلمنا كتير. فالنادي الاهلي كالتالي لما اعلن عن القائمة بتاعت الفريق اللي هتلاعب بيراميدز بكرة: مصطفى شوبير، وحمزة علاء، وحازم جمال. وفي خط الدفاع ياسر ابراهيم، محمد هاني، محمد شكري، احمد عيد، وهادي رياض، وياسين مرعي. وخط الوسط اليو ديانج، امام عاشور، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، احمد نبيل كوكا، احمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، وعمر معوض. خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه، اشرف بن شرقي، محمد شريف، مروان عثمان اوتاكا. فكره ان بكره هتلاعب بيراميدز، طيب انت هتلعبها بخطه ايه؟ كالمعتاد 4-2-3-1، وحط عندك حراسة المرمى اكيد شوبير رقم 1، رقم 2 ياسر ابراهيم، محمد هاني، وياسين مرعي، وهادي رياض. دي اللي انا اتوقعها، يعني انا اقول لك دي تشكيله متوقعه. في خط الوسط يعني لو انا اقدر اقول لك انه في خط الوسط هتحط عندك مين؟ تحط عندك اليو ديانج، وتحط عندك كمان مروان عطيه. ما تحطليش بقى نبيل كوكا والشغل ده. طيب، وعندك في الشق الهجومي اللي هو في وسط الهجومي احمد سيد زيزو، ومين تاني وتريزيجيه. وفي راس الحربة اكيد هيبقى مين؟ محمد شريف او مروان عثمان اوتاكا. انا افضل محمد شريف يعني. فهي دي الخطة المتوقعة اللي انا بقولها بتاعت ماتش الاهلي بكرة باذن الله، لانه كده كده يعني انا قلت اللي عليا وقلت اللي فيا يعني خلاص. فده اللي انا قلته اساسي. انا هعمل ايه تاني؟ هي عندنا غيابات كتيرة، وبص عندنا ما عندناش دعم كتير.
يعني انا اقدر اقول لك انك انت لازم هتدافع اكتر كمان، فانت لو هتضطر تلعب 4-5-1 الامور تختلف، هي خطه دفاع. لكن انا بقول لك 4-2-3-1 الخطه المعتاده للنادي الاهلي، وده شغل احنا عارفينه كويس جدا. طيب، ففي حاجه مهمه جدا برضو كمان انت لازم تعرفها، ان ماتش الاهلي وبيراميدز احنا هنتكلم على تاريخ المواجهات اللي ما بين الفريقين. الاهلي وبيراميدز 24 ماتش، بواقع انه الاهلي كسب 11 ماتش، بيراميدز 7 ماتشات، التعادل ما بينهم 6 ماتشات. الاهلي جاب في شباك مرمى بيراميدز 30 جون، بينما بيراميدز جابت فيك 22 جون. وخلي بالك ملحوظه مهمه جدا، 24 ماتش شاملين الدوري وكاس مصر والسوبر المصري. اول لقاء ما بين الفريقين، سيبك بقى من شغل الاسيوطي والكلام ده، اول لقاء ما بين الفريقين في 2018 لما الاهلي خسر قدام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز اللي هو دوري نايل او ما يسمى سابقا الدوري المصري. في سنه 2018 2019 خسر الاهلي قدام بيراميدز 2-1. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اخر ماتش ما بينهم الاهلي خسر 2-0 في دوري نايل الموسم ده. ايوه صدمه. فبيراميدز بقى عايز يكسب الاهلي، يكرر سيناريو 2018 2019، عايز يرجع السيناريو ده من اول وجديد. اقول لك على حاجه تانية برضو كمان، انت اخر مره لما انت كسبت الاهلي، لما انت كسبت قصدي بيراميدز، انت كسبت بيراميدز من سنه 2024 موسم 2023 موسم 2024 كسبتها 3-2 1-0 عشان تكون عارف. اخر مره كان 1-0 دي بجون وسام ابو علي. شفت بقى ازاي تفرق؟ لانك انت السيزون اللي فات ما عرفتش تكسب بيراميدز، انت اساسا اتعادلت معاه رايح جاي 2-2 1-1. اديك انت شايف ازاي انت بقالك يعني سيزون كامل موسم كامل ما قدرتش تكسب بيراميدز. فانت عليك انك انت لازم تكسب بيراميدز بكره عشان خاطر تكمل المنافسه على الدوري وتلحق الزمالك. يعني ده لو اذا يعني انا بوجه رساله للعيبه مهمه جدا جدا، استرجلوا شويه والعبوا بضمير، العبوا من اجل روح النادي الاهلي، من اجل الجمهور اللي جاي لكم بكره، الجمهور اللي جاي لكم بكره ان شاء الله، اللي هم يعني انتوا شايفين ازاي مشوار التجمع اللي هو استاد الدفاع الجوي في التجمع ولا محور المشير الطنطاوي بعيد جدا برضو كمان، مش سهل، ده سفر. فقدروا الناس اللي جايه والجمهور اللي بيشجعكم والناس دي، والعبوا برجوله. اتمنى انكم انتوا تكونوا رجاله وعلى قدر المسؤوليه، واتمنى بقى من ياس تورب ان هو يحط تشكيله بما يرضي الله، لان هو لو هيعمل عك ولا هيشكل ولا هيعمل تجويد من على دماغه ومش هينفذها، ولا لا مؤاخذه يعمل عك ويجلطنا، شنطتك وارجع على بلدك تاني، ومش عايزين نشوف وشك تاني. والله مش عايزين نشوفك خالص، لا مؤاخذه كده بالصرم، هيتحدف عليك بالصرم. انت هتخسر الماتش ده خلاص، ضيعت على الاهلي المنافسه وضيعت على النادي الاهلي الدوري، هطلعت بس بكاس السوبر المصري. هي دي بطوله؟ ما انا قلتها لكم. فربنا يستر على اللي جاي وان شاء الله خير. في حاجه مهمه جدا انا عايز اقولها وهي في غايه الاهميه، محمد شوقي اتكلم وقال لك على ماتش الاهلي والزمالك الديربي اللي جاي اللي هو هيبقى يوم الجمعه، عدد الجمهور المتوقع اللي هيحضر 40,000 متفرج او 40,000 مشجع حسب ما بنقول، 20 للاهلي و20 للزمالك، اللي هو بالمعنى البلدي كده انت هتشوف الثانيه والثالثه والاولى هيكونوا مفتوحين، يعني مش على الاخر، هيكونوا باعداد برضو، وهنشوف لاول مره الثانيه تتقابل مع الثانيه يمين والثانيه شمال. فشوف بقى العظمه اللي احنا هنشوفها بكره والكادر الجميل اللي احنا هنشوفه بكره باذن الله، اللي احنا هنشوفه عفوا في ماتش الاهلي والزمالك يوم الجمعه. كلكم بقى بكره جمهور كتير جدا حاضر في استاد الدفاع الجوي، واديك انت عارف ازاي. فربنا يستر بكره، العبوا برجوله بعد اذنكم. فخلونا كده نفرح، يعني احنا وحشتنا الفرحه بصراحه، والله احنا كجمهور النادي الاهلي وحشتنا الفرحه، لانه انتوا شايفين ازاي احنا ولا راضيين عنكم ولا راضيين عن المستوى ولا راضيين عن الاداره ولا راضيين عن المدرب. تكسبوا بكره وتكسبوا الزمالك ده لو اذا حصل، لانها دي من المعجزات ومحتاجه دعاوي، هنكون فرحانين ليكم ونرجع تاني. لكن احنا المره دي متشائمين منكم، فربنا يستر على اللي جاي بكره باذن الله، لان احنا هنشوف مدعكه بكره، وانا خايف بكره ان احنا نكون نشيل سكور
وده اللي انا خايف منه انه يحصل مرة تانية، لان احنا لا مؤاخذة فرقة هزق يعني، معلش في الكلمة، احنا فرقة تستاهل اكتر من كده. وصلنا لنفسنا المراحل وكان قدامنا فرص، لكن احنا اللي ضيعناها، ومدرب عكاك والدنيا وانت شايف ازاي. العيب على المدرب كمان، اللي يقول لك عايز يرجع كاموش، كمان راضي عن كاموش وعايز يرجعه مرة تانية. والله العظيم انا بيني وبينكم والله بجد اروح يعني اشتم في المدرب، ولا احدف عليه ازايز. والله ده احنا كان عندنا حق انه كولر مشي، يعني زعلنا عليه، كان ده عندنا حق، احنا خسارة فينا والله. فيلا اللي جاي احسن لينا باذن الله، وربنا يستر على اللي جاي. وبكره ان شاء الله يعني هنحلل بعد ماتش الاهلي وبيراميدز، فان شاء الله يعني هنحلل بقى في الماتش والاداء بتاع الفرقه، ويا رب يا رب يا رب نطلع كسبانين يا رب يعني، والنبي يا رب فرحنا يا رب، يا رب يا رب فرحونا عشان خاطر ان احنا وحشتنا الفرحه بجد. يلا اشوفكم على خير في حلقه جديده، وبكره ان شاء الله بعد ماتش الاهلي وبيراميدز نلقاكم. سلام.